أعلام النبلاء. هل يوجد بنك ربوي في مكة؟ وهل بنك الراجحي ربوي؟ إخواني، طالب العلم لا يستدل بالوجود، لا يستدل بالواقع على المشروع. يعني لا نعرف ديننا من الواقع. يعني لو كان الناس يعرفون الدين من الواقع لكان التبرج من أركان الإسلام، لكان التبرج هو لباس النساء لكثرة التبرج، ولا سيما في بعض الأماكن. في البنوك للأسف، البنك الفرنسي والهولندي موجود البنوك في مكة والمدينة للأسف كبير. فوجود البنك الراجحي بنك مثل البنوك الإسلامية القائمة. أخبرني بعض المستشارين الاقتصاديين لهذا البنك قال نذكر لهم شيئا ويفعلون شيئا آخر غير الذي نذكره. وهذه آفة البنوك الإسلامية. آفة البنوك الإسلامية. البنوك الإسلامية هي جزء من حال الناس، ولذا الناس تقدموا إلى الله عز وجل وتعلموا وحسن حالهم، ظهر هذا الحسن في كل شؤون حياتهم. البنوك الإسلامية أنا دائما أقول فيها 3 محاذير كلية. محاذير فرعية كثيرة، لكن المحاذير الكلية تعود إلى 3 أمور. الأمر الأول الرقابة الشرعية. الرقابة الشرعية وظيفة وهذه مشكلة. وبلغني عن بعض المستشارين في البنوك، بعض البنوك الإسلامية طلب زيادة على الراتب، ما أعطوه زيادة قال بسحب الفتاوى. هذا مشكلة، هذا عمل، أصبح عمل، ما أصبح دين. هذه من ناحية. ومن ناحية أخرى أنه أحيانا الرقابة جيدة. يعني الراجحي في أواخر حياة أستاذنا شيخنا مصطفى الزرقاء رحمه الله كان هو المستشار الشرعي للراجحي. الشيخ الزرقاء ممن رزقه الله تعالى أفقا واسعا وعلما غزيرا. لكن أخبرني في الكويت بعض المستشارين البنك الإسلامي فأخبرنا أن نرسل الطلبة على التدرب فيخبرون أن الواقع خلاف ما ذكرنا. يعني هذا بعد، هذه آفة أخرى. يعني قد تكون الآفة في ذات الرقابة، وقد تكون الآفة أن الرقابة سليمة لكن التطبيق خطأ. بدلالة تذهب إلى بعض البنوك الإسلامية تجد فيها بنت مشرعة عن إيديها وتضحك الشباب إلى آخره. فالموظفين البنوك الإسلامية مثل سائر الناس. يعني بعض موظفين البنوك الإسلامية موصل، وبعض البنات يعني لبسهم مش مطلوب في الشرع إلى آخره. هذه الآفة الأولى. الآفة الأخرى البنوك الإسلامية تابعة للبنوك، تابعة للبنك المركزي. فتقييد البنك الإسلامي بتعليم البنك المركزي يؤثر عليه. والآفة الثالثة وهي الآفة الخطيرة والخطيرة جدا، وهذه الآفة لا تعفي المسؤولين عن البنك الإسلامي من المساءلة أمام الله عز وجل، أن البنوك الإسلامية في تأصيلها وتنظيرها خير بكثير من البنوك الإسلامية في تطبيقها. البنك الإسلامي لما نتكلم عن الاقتصاد الإسلامي ونقارنه بالاقتصاد السائد اليوم وهو الاقتصاد الرأسمالي نفاخر الدنيا الاقتصادية. لكن لما نبدأ نطبق يعني بتعبير آخر، وهذه عقدة خطيرة جدا والمسؤول عنها أمام الله عز وجل المسؤولين عن البنوك الإسلامية الواجب عليهم كبير، وأخذهم لأموال الناس دون أن يدفعوا المقابل أمر خطير. ولا يعرف الإسلام إلا الحق مع الواجب. لما الإنسان المسلم الحريص لكن ليست عنده تلك التقوى التي تردعه عن الربا، لما يقارن بين معاملتين، معاملة في بنك إسلامي ومعاملة في بنك ربوي، فيجد أن الأسهل له من ناحية مادية المعاملة الربوية، وأن المعاملة الربوية تكلفه أقل من لو أنه ذهب للبنك الإسلامي. فهذه ظاهرة خطيرة جدا، والواجب على البنوك الإسلامية أن يتلافوها، والواجب عليهم أن يجعلوا الناس يتركوا الربا إن لم يكن خوفا من الله عز وجل، فليكن من باب الطمع في الدنيا، وليكن من باب أنهم ينافسون البنوك الربوية. أما أن يلجأ الإنسان البنك
الإسلام ويدفع شيئا زائدا لو لجأ للبنوك الربوية، فهذا أمر خطير جدا، وهذا ينبئ عن أن غير الإسلام أنفع للناس من الإسلام، وهذا أمر خطير جدا. طيب.